طب وبعدين يا جماعة، وبعدين في اللي بيحصل ده؟ يعني احنا كل يوم الواحد هيصحى على الصبح يلاقي حاجة شبه كده. يعني انت دلوقتي بتتهم الناس ان هي ما عندهاش دين. طب ليه؟ طب حتى الدين ما قالش كده. الدين ما قالش ان انت تتهم اخوك المسلم ان هو ما عندوش دين. يا جماعة احنا قلنا لو في مشكلة مع حد، مع مكتب تسويق او مع سمسار او مع بروكر عقاري متابع معاك، حضرتك في مشكلة اعرضها بالتفصيل، اعرض اسمه، صورة الاكونت بتاعه، نعرفه نحل المشكلة. تمام يا جماعة؟ الموضوع ما بقاش مقتصر يا جماعة على مكاتب التسويق، في ناس كتير شغالة اونلاين. تمام؟ فأي حد هيحصل معاه أي حاجة مع أي حد، لو حصلت معاك مشكلة في مكتبي أنا، طلع الأكونت بتاعي واكتب حصل معايا كذا 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 في مكتب الوكيل العقاري. تمام؟ يا ريت يا جماعة إن إحنا نحل مشاكلنا صح. بلاش إن إحنا نفضل نرمي بعض بالكلام كده. بلاش إن إحنا نشوه سمعة بعض. بلاش إن إحنا نوقف حال بعض. يا ريت يا ريت يا ريت، يعني ده رجاء. وانا اخوكم عمرو الوكيل العقاري في العجمي. تمام؟ ومتابع معاكم كل يوم، واي مشكله هتحصل تواصل معايا وابعت لي صوره الاكونت بتاع الشخص ده وابعت لي رقم تليفونه وانا هكلمه. لو ليك حق عنده انا هجيبه لك. تمام؟ فيا ريت ان احنا نخف يا جماعه من الكلام ده. بس يا ريت يا جماعه اللي يحصل معاه مشكله يكتبها لنا بالتفصيل، وفلان عمل معايا مشكله، مش المكاتب مش السماسره كده، حرام. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.